السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ماتريكس مايند سيت بودكاست. معكم أسماء من ماتريكس جروب انترناسيونال. في الحلقة اللي فاتت هضرنا على كيفاش تبني الثقة في النفس من الصفر، واليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع كيأثر علينا كاملين سواء بغينا ولا كرهنا. الموضوع ديال اليوم هو الناس اللي دايرين بينا، واش هما دعم ولا عرقلة؟ حيث الحقيقة هي حتى إلا كنتي قوي وحتى إلا كان عندك هدف، الناس اللي دايرين بيك يقدروا يطلعوك ويقدروا يطيحوك. خليك معايا حتى الاخر، حيث هذه الحلقة غادي نعلمك كيفاش تفرق بين الدعم الحقيقي والعرقلة المقنعة. السؤال اللي نقدروا نطرحه هنا، علاش الناس اللي دايرين بينا مهمين؟ الإنسان ما كيعيش بوحده، احنا كائنات اجتماعية، كنفكروا كنحسوا وكنقروا في إطار الناس اللي دايرين بينا. الكلام اللي كتسمعه كل نهار كيأثر على ثقتك، على اختياراتك، وحتى إلا ما كنتيش كتحس بهذا الشيء، ولكن راه كاين. وهذا الشيء اللي كيخلي إن البيئة أقوى من الإرادة وحدها. إذن شنو هو الدعم الحقيقي؟ الدعم الحقيقي ماشي ديما تشجيع بالكلام. الدعم الحقيقي هو شي واحد كيشوف فيك الإمكانية حتى إلا ما شتيهاش في راسك، شي واحد كيقول لك الحقيقة حتى إلا كانت قاصحة، ولا شي واحد اللي كيفرح النجاح ديالك وما كيقلقوش التقدم ديالك. الداعم الحقيقي ما كيخوفكش، ما كيحبسكش، وما كيكسرش الطموح ديالك، كيخليك تفكر وتكبر وحتى انك تقدم. وهنا غنوصلوا للسؤال الكبير اللي اشنا هي العرقلة المقنعة. وهذه واحد النقطة اللي هي خطيرة جدا. كاين ناس ما كيقولش لك حبس، ولكن كيديروها بطريقة اخرى، بحال مثلا راه صعيبة بزاف، واش انت متأكد؟ وخليها على الله، ولا شوف فلانة اش وقع عليها. هاد الهضرة ما كيكرهوكش بالضرورة، ولكن كيخافوا يشوفوك تتبدل، حيت التغيير ديالك كيواجههم بريوسهم. وهاد الشيء ماشي غير المحيط ديالنا ولا الاصدقاء ديالنا، بعض المرات يقدروا يكونوا اقرب الناس لينا. إذن علاش أقرب الناس مثلا غيبغيو إنهم يعرقلونا؟ هذا سؤال مهم بزاف، وكاين أسباب: الخوف عليك، الخوف من الفشل، الغيرة اللاواعية، ولا مثلا إنهم تعودوا على النسخة القديمة ديالك. منين كتقرر تبدل كتخرج من الدور اللي هما ولفوه فيك، وهذا عادي إنه يقلقهم حتى إلا ما عمبروش ليك بيه. في وسط هادشي اللي قلنا كامل، نرسلف شوية وبدو بزاف ديال التساؤلات. مثلا كيفاش نحمي راسي من العرقلة؟ ودابا نجيو للحلول العملية. كخطوة أولى، ما تشاركش كل شيء. كأحلامك، خططك ما خاصهمش يعرفهم كل شيء. بعد الأحلام خاصها تنضج في الصمت. كخطوة تانية، فرق بين النصيحة والخوف. النصيحة كتكون فيها الحلول، الخوف كيكون فيه غير تحذير وتخويف. الخطوة الثالثة، قرر راسك. تنقولش لك ما كتسمعش، لا نسمع، ولكن القرار خاصو يكون بيدي، ما بيد حتى شي واحد آخر، حيت ديما حياتك مسؤوليتك. الخطوة الرابعة، قرب الناس اللي كيكبروك، يعني الناس اللي كيدعموك حتى بالصمت خاصهم يكونوا قريبين ليك. وإلا ما لقيتيهمش، كون انت داك الشخص لراسك. دابا ندير واحد التمرين بسيط للمستمعين. بغيتك توقف شوية وتفكر،
سول راسك، شكون من الناس اللي دايرين بيا كيخليني نحس براسي اقوى، وشكون اللي كيخليني نشك في الحلم ديالي. ما تحتاج تجاوب بصوت عالي، غير كون صادق مع راسك. فكر شويه. إلا وصلتي لهاد اللحظة فراك واعي وبديتي كتشوف الأمور بوضوح. إذن اختار الناس اللي دايرين بيك، حيث اختيار ديال هاد الناس هو اختيار المستقبل ديالك. دير سبسكرايب، فعل الجرس وخلي تعليق باش نكملوا هاد الرحلة مع بعضياتنا. وفي الحلقة الجاية غادي نهضروا على علاش نبداو وما نكملوش. معكم أسماء من ماتريكس جروب انترناسيونال، ونتلاقاو قريب بحلقة جديدة من ماتريكس مايندسيت بودكاست.